عارفين فيلم كورولاين؟ برغم انه مش مناسب للاطفال لكنه كان حقيقه. الفيلم ده اتعمل عن روايه في الاول، بس المفاجاه ان الفكره جت للكاتب من كابوس شافه بنفسه، وهو انه حلم ببنت صغيره بتدخل عالم شبه بيتها، بس الناس اللي هناك عينيهم زراير وبيطلبوا منها تخيط عينيها عشان تبقى منهم. الكاتب قال ان الكابوس كان مرعب لدرجه انه صحى منه مفزوع، بس قرر يكتبه عشان في بنت صاحبته كانت بتقوله انها عايزه قصص اطفال بس تكون بتخوف. بس الحكايه مش بس كده، في اسطوره قديمه جدا عن كائن شيطاني اسمه ديلي دام، بيظهر للاطفال في شكل مثاليه، بيطبخ ليهم ويلعب معاهم ويحبهم، وبعدين بيسحبهم للعالم بتاعه ويحبسهم هناك للابد. وده بالظبط اللي حصل في الفيلم. الام التانية كانت بتغري كورولاين بالعالم المثالي، بس عشان تعيش هناك لازم تتخلى عن عينيها وتفقد هويتها. والارواح اللي كورولاين شافتها جوه الحيطان مش خيال، الكاتب استوحاهم من قصص حقيقيه عن اطفال اختفوا، وكانوا بيتقال عنهم ان اصواتهم لسه موجوده ورا الجدران في بيوت قديمه. حتى النهايه لما كورولاين قدرت تهرب، ناس كتير بتقول ان دي مش النهايه السعيده، لان الباب فضل موجود والعين السوداء لسه بتراقبها من عالم تاني. هل بقى شايفين بعد كل ده انه لسه فيلم مناسب للاطفال؟